بيتم سنويا عدة أعياد غريبة بالعالم مختلفة بشكل كامل عن المنطق البشري المعروف والبعيد عن الأعياد الوطنية والدينية والاجتماعية التقليدية. بيتبع المحتفلين بهي الأعياد قواعد غريبة بتخليهم يقوموا بتصرفات غريبة وبعضها ممكن يؤدي للهلاك. بحلقتنا لليوم رح أحكي لكم عن أغرب وأخطر 5 أعياد بالعالم. لايك شير وسبسكرايب وخلونا نبلش. بيحتفل سكان مدينة بوتسي في بوليفيا بعيد اسمه ضرب الجيران. بيكون هالعيد بشهر ماي من كل سنة. بيطلعوا كل الناس من بيوتهم ويبلشوا يضربوا الجيران بكل ما عندهم من قوة، وبيعتقدوا بهالشي انه بيجيب لهم الحظ ويزيد من وفرة المحاصيل الزراعية، مع العلم انه السلطات حاولت كذا مرة بتوقف هالاحتفال بالعيد، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل. تحتفل ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية 21 سبتمبر من كل سنة بعيد الحشرات، ويلي هدفه نشر ثقافة الأكل يلي مكونه الأساسي الحشرات وبعض القوارض بهاي الولاية. وبيقوم متحف نورث كارولينا الطبيعي بكل الإجراءات من التنظيم والرعاية والإشراف على هذا العيد، ومن خلال هالاحتفال بياكلوا الأكلات التقليدية يلي بتكون مصنوعة من أنواع الحشرات المختلفة والقنافذ والنمل. بيجتمع الآلاف من الإسبانيين والسياح للاحتفال بعيد حرب الطماطم، وبيجتمعوا بالميدان الرئيسي لمدينة بونو اللي بدأ حرب سلاحه وحبات الطماطم، وتستمر لمدة 60 دقيقة، ويبلشوا يقذفوا بشكل جنوني حبات الطماطم الموجودة بشكل كتير كبير بالميدان خلال الاحتفال. وما حدا بيعرف شو سبب هالاحتفال بهذا العيد. في ناس بتعتقد انه هذا العيد كان شكل من اشكال الاعتراض على نظام ديني معين، وفي ناس تانية بتعتقد انه هذا كان رد فعل بعد انقلاب سيارة بتحمل الطماطم. عيد المشي على النار ويلي هو من الأعياد الغريبة المقامة بالهند، وهو من الشعائر الدينية عندهم، وبيطبق بشرق الهند وتحديدا بولاية أوديشا. بتتنظم مسيرة دينية باسم يامو ياتيرا، وبيحملوا القش بتمهم وبيمشوا على الجمر، وهالشي اعتقادا منه بأنه يرضي الآلهة. وكمان بيشربوا مشروب ألباني، وهو مشروب تقليدي مصنوع من المانجا والسكر. وبتم إضافة عروض هذا العيد لقائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم كتقليد فريد من نوعه. عيد القردة واللي هو من أغرب الأعياد بالعالم، بيحتفل فيه سكان لوب بوري التايلاندية يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر من كل سنة، وبيتم تحضير وليمة كبيرة للقردة، وبيعتقدوا أنه القرد بيجلب الحظ المنيح. عيد القردة خاص بالبوذيين، وتم تصنيفه على أنه من الأعياد الغريبة بالفعل. لهون بيكون وصلت نهاية حلقتنا لليوم. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.